السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديده لنهار اليوم. صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير. الزلف الاول، العسلامه نون، صحه رمضان نون. اليوم كما راكم تشوفوا راني رايحه نحضر معكم هاد الطاجين تاع الزيتون بلي كروكيت تاع لو بولي. تبعوا معايا هاد الوصفه وطريقه التحضير. هنا في قدره ولا في طنجره حطيت مغرف كبيره تاع السمن. انا طيبت بالسمن باش يزيد يمد لي انقوش باب لهاد الطاجين. هنا خليتها تذوب هكذا شويه، ومن بعد نحط لو بولي تاعي. هاد لو بولي نخليه يتقلى مليح مليح حتى يدي لي لا كولور هكذاك ديجا باش يطلق لي كامل البنه تاع هاد لو بولي في هذيك القدره، باش كي نجي نقلي هذاك البصليتو يجيني لو غو تاع البصل هذاك فيه لو غو تاع لو بولي. هنا كما راكم تشوفوا راني قليته مليح مليح. النار لازم تكون قويه باش يتحمر معايا هكذا. دقيقه كي ولا ميه خدمه لو بولي، خدمه شويه نسمن ومن بعد دري غاس البولي كاع زاد غاس مليح يتمس باش كني غادي يحمر ديوي لا كولور كاع. ومن بعد دقيق ليه ساعه تفصل تاتيلي موين. خدمه صديقت بصح الا قرا ما تصدم مليح مليح ما تبرد دوك ايوا ما نينس الا قاتي لي شغل ما كني هذا كوبيت مشطوح ساعه داغني تفنزت تيشيرت رابيرت داكيا. هنا كما راكم تشوفوا زدت عليها بصله رحيتها بصح ماشي رقيقه بزاف وزدت عليها سنه تاع الثوم، خليتهم كامل يتقلاو هكذا. ومن بعد زدت عليهم شويه تاع المعدنوس. اكيد ولا مذاقين راني غاس شويه المعدنوس. ومن بعد دقيق مغاس لي زيبيس شويه كان كماضين الملح شويه فلفل افركان اكد لي بيس البولي. هنا زدت عليها وهنا دقيق راني غاس الكركومه. هنا كما راكم تشوفوا زدت عليها شويه تاع معدنوس وزدت عليها شويه تاع الملح ما تكتروش باسكو الزيتون نو سي جامي يتلاق ولا. وفلفل الكحل ليبيس تاع لو بولي وزدت عليها شويه تاع الكركم على جال اللون. ومن بعد فرغت عليها هذاك الزيتون. انا هاد الزيتون ما غليتوش، بدلت له برك الماء هكذاك واحد 4 إلى 5 خطرات هكذاك حتى تذوقوا وتشوفوا بلي هذاك الملح كامل راحت منه. ومن بعد خليت الزيتون تاعي يتقلى مليح هكذاك مع هذاك لو بولي باش يخرج بنين وتدخلوا كامل هذيك البنه هذيك تاع لو بولي. كما قلت لكم خليته تقلى مليح مليح. ومن بعد هنا مرقت وخليت القدره تاعي تغلي على نار تكون متوسطه. هنا عندي نص صدر تاع لو بولي. هذا النص تاع صدر يخرج كميه يعني مليحه. زدت عليه 2 مغارف تاع البصل عصرته كامل من هذاك الماء تاعو باش ما يتلقليش الماء في هادو لي كروكيت. زدت عليه سنه تاع الثوم شويه معدنوس وعندي حبه بيض. توابل راني رايحه ندير هذوك التوابل اللي درتهم في هذاك طاجين تاع الزيتون. زدت عليه 2 مغارف تاع الخبز مرحي. ديروا برك 2 ومن بعد شوفوا نتوما كي تبداو تعجنوا الا خاصكم زيدوا. دقيقة نخدم نفس البلون دو بولي نفس كان صديق. من بعد درنا في الستنات طونجايين نفصل عصا سقوما نينس كسغستن رنا يوت فنزت التيشيرت شويه المعدنوس. ثملالت خدم غاس لي زيبيس يخدموا كلي ذي الطاجين من الزيتون يخدم غداكيا. ومن بعد ثورا ما تاريخ كلي هذا تسملي لغو كلي البوليه كاع كنت لي زيبيس نيا انا ما يخلطوا كلي كلش مليح. هنا كي عجنتو كامل مليح هذاك لو بولي ودخلت كامل هذوك لي زيبيس وهذوك لي زانغريديون كامل. انا حكمت هادو لي مول هادو اللي عندي. نتوما استعملوا اي مول تاع الحديد عندكم ما يهمش الشكل تاعو. المهم الفكره برك هذا مكان وراح يخرج بزاف بنان هادو لي كروكيت باسكو راني رايحه نطيبهم في الفوق. هنا كما راكم تشوفوا حكمت هذاك لومول تاعي دهنته كامل هكذا بالزبده باش ما يلصقش معايا هذاك الحشو هذاك. ومن بعد عمرت هذاك لومول بهذيك لافاس. انا حكمت 2 هكذا باسكو هادو لي مول تاوعي صغار دونك حكمت 2 عمرتهم هكذا. ومن بعد دوك نحكم جهه واحده نطليها كامل هكذاك بالفرomاج بلون ومن بعد نعاود نغلق على هذيك على هذاك لومول هذاك الاولاني على هذا الشكل هكذا باش يخرج لي اون بياس كومبليت. نتوما الا عندكم لو مول تاعكم يكون كبير ولا الشكل تاعو يكون هكذا شغل غامق ولا تقدروا تحكموا اون كونتيتي تاع هذه لافارس هذه تحشوها بلو فرomاج تاعكم ومن بعد تطلوها كامل على هذاك لو مول تاعكم باش يخرج لكم الشكل تاع هذاك لو مول. بيان سور سي با لا بين تستعملوا هكذا 2 ولا تما كل واحد على حسب الشكل تاع لو مول اللي راح يستعمله.
هنا راني رايحه نزيد معاكم واحده اخرى. كما راكم تشوفوا عمرت هذاك اللومو تاعي، عمرت الدوزيام، ومن بعد دوك نحط في الوسط الفرomاج ونعاود نلصقهم. ومن بعد كي ندخلهم للفوغ راهم رايحين يزيدوا يطلعوا بيسك فيهم البيض، رايحين يطلعوا ورايحين يلصقوا ما بيناتهم هكذاك وتولي اون بياس. دوك تشوفوا الشكل تاعها كيفاش رايحه تخرج. انا دوك نكمل كامل هادو ليمون اللي عندي، ومن بعد راني رايحه نستفهم كامل في السنيوه وندخلهم يطيبوا في الفوغ. الفور انا شعلته على 180 درجه، ما طولت لهمش في الفوغ، هكذاك 15 دقيقه هكذا كانوا طايبين. اكيد ولا مهي نستخدم ذاك لي مولاكي بوزال يكون يستخدم في المول يوني عجبني. المهم هذه اللي المول يكش من الفور، ومن بعد فرسي حتى الفرomاج هكا ولم، ومن بعد ثلثنا راه الفور اذبونا في 180 درجه. هنا البولي تاعي راهو طاب كما راكم تشوفوا فيه. انا نحيته ومن بعد راني رايحه نحمرو باش نحطو مع هذاك طاجين الزيتون تاعي. هنا راني استفت كامل هذوك لي مول اللي عندي هنايا في هاد لو بلاطو. كما قلت لكم انا لو فور تاعي شعلته على 180 درجه، بصح ما طولوا لهمش في الفور سينو رايحين يتحمروا بزاف ويتحرقوا. هذيك شويه تاع لافارس اللي قعدت معايا درتهم هكذا دي بول، ومن بعد حشيتهم بشويه تاع لو فرomاج. هادو لي بول راني رايحه نرميهم مع هذيك المرقه تاع الزيتون. ثقي ما يداق شويه لافارس هكا دوله ما خدمت لي بولات هكا تمشطح فرسي غتز داخل شويه الفرomاج، ومن بعد داري اختار لاصوص نين وزمورني باش كنا تبوت اكودس. هنا راني خرجت هذوك لي مول من الفور، راهم طابوا ديجا، راهم بداو يتحمروا كما راكم تشوفوا. لصقوا هذوك لي دو كوتي هذوك تالمو كما قلت لكم زادوا طلعوا في الفوغ. وهنا راني نديمو ليهم هكذا فاسيلمون، راهم رايحين يتنحاو فاسيلمون كما راكم تشوفوا. ديموليتهم كامل. هنا عندي حبه بيض درت عليها شويه برك تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، وعندي خبز مرحي. راني رايحه نرمد كامل هذيك الحبه هذيك في البيض، ومن بعد نزيد نرمدها تاني في شويه تاع خبز مرحي، ومن بعد نقليهم في الزيت. هاد الاضافه هذه راهي رايحه تزيد لهم في لوغو وتزيد لهم تاني في الشكل، راح يجي الشكل تاعهم بزاف شباب. ذاك ما كدوا لا مهم ثني تكسغو كليسيلي مول ننسن يعني تكسن السهاله وتمطر نارا بيسك نرايسن المارغرين. ومن بعد ذاك يخدم خدام الليل تري شويه الملح شويه فلفل بركان ساعه غدا عندك انا غرو ميزدان. ومن بعد ما يسعد داغ لا كروكيت ني ديت مللت، ومن بعد تسرى غير صغرو ما كيزدان هكاكيا تسعدي هكا كاكيا. ومن بعد تكمصي تنقلو غادي الزيت تيمس الا قاتيلي موين ما تحمو الزيت ني الا قات تنقسم الا قاتيلي موين باش يكون تحرق تاعها تكون كان هكاكيا شغل دوغي ماشي تيزكوا غير مليح مليح. هنا كي تسخن هذيك الزيت لازم تنقصوا لها، ما لازمش طيبوهم على زيت تكون بزاف سخونه باسكو راهم رايحين يطيبوا تمتم رايحين يتحمروا. هنا دوك نحيوهم هكذا على بابي ابسوربون باش يشربوا لي كامل هذاك ليكسي تاع الزيت. ومن بعد دوك تشوفوا طبق تاعي لنهار اليوم واجد في طبق التحضير. هذا هو الشكل تاع طاجين الزيتون تاعي لنهار اليوم. راني حطيت كامل هذاك الزيتون ومن بعد حطيت له كامل هذوك لي كروكيت من الفوق. جيسبر تكون هاد الوصفه عجبتكم وجيسبر تسيوها في هذا شهر رمضان. صحه فطوركم والى وصفات واحده اخرين ان شاء الله. سلام سلام.